السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دعاء سيد الاستغفار الذي ندخل به الجنة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة احنا بنذكر دعاء سيد الاستغفار، بنذكره اسما يعني في كثير من الدروس، فكثير من الإخوة والأخوات ربنا يحفظهم بيبعتوا بعض الناس ربنا يبارك فيهم نفسهم يعرفوا كل حاجة، فبيقولوا إيه هو بقى دعاء سيد الاستغفار عشان نقوله ونواظب عليه، لأننا بنسمعك كتير جدا بتتكلم عن سيد الاستغفار. الحديث الأولا يعني أولا قبل أي شيء، الحديث رواه الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول. يبقى الكلام اللي جاي ده هو ده سيد الاستغفار. يا ريت نجيب ورقة وقلم ونكتب دعاء سيد الاستغفار، هنقوله مرة بالليل ومرة الصبح. لو متنا في أي يوم إن شاء الله نكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوفق لذلك إلا موفق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللي هيقول الدعاء ده بالليل موقنا به ويموت في الليلة دي هيكون من أهل الجنة، واللي يقوله بالنهار موقنا به يعني موقنا بما فيه ويموت في ذلك اليوم يكون من أهل الجنة، يبقى موضوع كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنها جنة أعدها الرحمن لعباده المؤمنين كما في البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما طولش عليكم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا ينتهي الدعاء. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على ذلك ويقول: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه هذا قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل يعني تلك الكلمات وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أعده لكم للمرة الأخيرة واكتبوه: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا أهل العلم قالوا تستطيع المرأة أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. بالله عليكم حافظوا عليه مرة بالليل ومرة الصبح، أمنتوا نفسكم بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنتوا تكونوا من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.